السلام عليكم. أنا رضا. من وأنا صغير وأنا بحب القراية. كنت بحب قصص الأساطير وألف ليلة وليلة، لكن مع مرور الوقت ابتديت أميل أكتر لقصص الرعب والعوالم الخفية. واللي شجعني على كده جدي رضا، اللي أنا اتسميت على اسمه. جدي عنده قصص ما بتخلص. من أسبوع أنا كنت بسمع قصة اسمها اللي شافت الموت، بتحكي عن بنت عملت حادثة ودخلت في غيبوبة وراحت لعالم تاني، وفي العالم ده ما بين الحياة والموت قابلت واحدة ست طيبة كان اسمها أم أيمن، اللي كانت بتساعدها على مقاومة الأرواح المعذبة، وفعلا قدرت تساعدها وفاقت من الغيبوبة. القصة دي أنا كنت معجب بيها جدا وسمعتها أكتر من مرة. وفي يوم الأجازة كالعادة قررت أروح لجدي أسمع منه قصة جديدة، ولكن قبل ما يبتدي بالحكاية ابتديت أنا أحكي له الأول عن القصة وجمالها. وكانت المفاجأة، جدي عارف مين هي أم أيمن. أم أيمن طلعت شخصية حقيقية، وعلشان كده أنا قررت إنكم تسمعوا القصة معايا. احكي يا جدي. اسمع يا رضا يا ابني، أنا قبل ما أحكي لك عن أي حاجة لازم تعرف، وصحابك كمان اللي هيسمعوني لازم يعرفوا، إن الخير حوالينا في كل مكان. الخير جوانا، والناس الطيبين موجودين ليوم الدين. دلوقتي أنا هقدر أحكي لك عن قصة صفية. أيوة، أم أيمن. صفية يا ابني كانت جارتنا من زمان، وكانت صاحبة أختي صباح. صباح عمة أبوك الله يرحمها. ما كانوش بيسيبوا بعض، وكل أسرارهم مع بعض. صفية يا ابني من صغرها كانت تدين، جمال، وأخلاق. ما شاء الله، كانت ملاك في الأرض. وهي عندها 6 سنين كانت حافظة كتاب ربنا. أهلها يا ابني ناس طيبين، كانوا في حالهم. أبوها كان شيخ جامع، وأمها كانت ست طيبة. حكاية صفية بدأت لما مات جارنا عم مرزوق، راجل طيب. مات وساب 4 بنات وأمهم. واللي احنا كنا نعرفهم عنهم يا ابني إنهم كانوا مستورين وفي حالهم، وعمر ما صوتهم طلع. لكن بعدها بأسبوعين لقيت مرات عم مرزوق بتخبط علينا وطلبت تقابل أمي. وفعلا أمي جت ورحبت بيها ودخلتها البيت. لكن يا ابني كانت جاية تستلف فلوس. أمي استغربت، ليه كده أول مرة تعملها؟ واللي فهمته منها يا ابني إن عم مرزوق مات وما سابلهمش حاجة. كان معاه فلوس، لكن مش عارفة مكان الفلوس. هو ما قالهاش الفلوس هو شايلها فين. وطبعا احنا ما تأخرناش عنهم في حاجة، ولا أمي ولا أبويا. لكن اللي أبويا عمله بعد كده كانت هي دي البداية، بداية صفية. أبويا قرر
إنه يروح لشيخ الجامع اللي هو أبو صفية ويطلب منه، اللي هو يطلب من المصلين تبرعات يلموها للست الغلبانة والأربع بنات. وفعلا قدروا يجمعوا إن ربنا قدرهم عليهم. لكن يا ابني بعدها بيومين صفية صحيت من النوم وقالت لأبوها إنها شافت في المنام عم مرزوق جه وقال لها على مكان الفلوس. أبو صفية ما كدبش خبر، خدها على طول وراحوا على الست مرات عم مرزوق. وصفية حكت لها على الحلم وقالت لها إن الفلوس في أوضة الخزين في علبة صفيح. وفعلا دخلوا كلهم في أوضة الخزين، قعدوا يدوروا على العلبة، لكن الغريب يا ابني إنها موجودة. أيوة، لقوا العلبة، والأغرب من كده إن فيها الفلوس، والأغرب إن العلبة كان مكتوب عليها اسم صفية. أيوة يا ابني، والحكاية ما خلصتش لحد كده. بعد الموضوع ده تقريبا بشهر ماتت واحدة ست عندنا من المنطقة، لكن من شارع تاني. كانت دلالة اسمها زوبة الدلالة، ماتت الله يرحمها. لكن بعد موتها بيومين جم ناس أغراب مش من منطقة وطلبوا من ولادها فلوس، وقالوا إنها كانت واخدة منهم فلوس عشان تشغلها. لكن طبعا ولادها ما صدقوش علشان هي ماتت ما سابتش حاجة، وطبعا اتخانقوا واتهموهم بالنصب. لكن يا ابني بعدها بيومين بالظبط صفية صحيت من النوم وقالت إن الست زوبة الدلالة جات لها في المنام وقالت لها عنها خدت فلوس فعلا، وقالت لها كمان هي فين شايلة الفلوس. حكت لأبوها، لكن المرة دي يا ابني أبوها ما بقاش عارف يعمل ايه. أصلها مش معقولة كل مرة هتسيب، لازم في حاجة غريبة بتحصل وهو مش عارف يروح يقول للناس ولا لا. المرة دي فعلا هتسيب معاه ولا مجرد حلم. لكن يا ابني ثقته في بنته وثقته في الله راح فعلا وقال لولاد أم زوبة. والمفاجأة يا ابني إنهم فعلا لقوا الفلوس، لقوها في نفس المكان اللي قالت عليه صفية، تحت المرتبة ملفوفين في ورقة. لكن الغريبة يا ابني إنهم لقوا الورقة دي كان مكتوب فيها اسم صفية. ومن اللحظة دي أبو صفية أدرك إن فعلا إن في حاجة غريبة، وبنته عندها حاجة، عندها هبة من الله بتقدر تعرف أي حاجة من الميتين، وإن الموتى على تواصل معاها. والناس فعلا بدأوا يتعاملوا مع صفية إنها بركة وإنها عندها هبة من الله. ويا ابني في منطقتنا كلها أي حد يموت وأهله عايزين يعرفوا عنه حاجة كانوا ييجوا لصفية. لكن يا ابني صفية ما كانش بتقبل أي حد، كانت لازم تعرف الأول هو الميت ده صالح ولا لأ، أعماله خير ولا لأ. واسم صفية بدأ يتشهر في المنطقة ويطلع كمان برا المنطقة، بقى يجولنا ناس من أماكن تانية من بلدان تانية
وما شاء الله صفية وأبوها وأمها ما تأخروش عن أي مساعدة لأي حد. وجت أختي صباح واتجوزت وراحت لبيت جوزها، لكن يا ابني ما عداش عليهم السنة وحالهم اتقلب 180 درجة. كانوا بيحبوا بعض وكانوا سعداء كنا فرحانين بيهم، لكن يا ابني جوزها بدأ يضربها وهي كمان بدأت تتخانق معاه على الفاضي وعلى المليان، وحياتهم اتقلبت لجحيم. يا ابني احنا ما كناش عارفين نعمل ايه، كانوا على طول في مشاكل. لكن امي ما سكتتش واتكلمت مع ابويا وقالت له انهم لازم يشوفوا لهم شيخ يروح يقرا لهم في البيت، ما مش معقول اللي بيحصل ده طبيعي. وفعلا ابويا جاب لهم شيخ، والشيخ راح يقرا عندهم قرآن في الشقة. لكن الشيخ يا ابني خرج بعد ما خلص وقال لابويا انا يا حاج مش مطمن، انا كنت حاسس بحاجة غريبة وقاعد وبقرا قرآن وانا قلبي مقبوض، الشقة دي فيها حاجة. وطلب من ابويا ان هو يشوف شيخ تاني المتخصص بالعلاج بالقرآن وفي السحر والاعمال. ابويا يا ابني ما تأخرش، وفعلا دورنا على شيخ ولقينا شيخ ابن حلال لما فعلا بيعالجوا بالقرآن، وجيه عند اختي وجوزها. ولكن يا ابني بعد ما خلص كانت المفاجأة، الشيخ فعلا قال لابويا وامي ان في عمل معمل لهم، والمفاجأة الكبيرة ان اللي عمل لهم العمل ده تبقى خالد جوز اختي، ايوه خالته. والمفاجأة الاكبر يا ابني اللي كانت فعلا مشكلة بالنسبة لنا ان خالته دي كانت ميتة من شهرين، والشيخ قال لنا لو مش هنعرف مكان العمل مش هنعرف نفكه. طب احنا دلوقتي هنجيب العمل ازاي؟ دي الست ماتت. وهنا يا ابني صباح اختي اول حاجة جت في دماغها هي صفية صديقة العمر، صفية اختها ان عمرها ما تأخرت عنها في حاجة، دي بتساعد الناس كلها، هي مش هتساعدها يعني؟ وفعلا رحنا كلنا لصفية وقابلنا ابوها وامها، واختي دخلت اتكلمت مع صفية وهو في الأوضة. لكن الغريب ان اختي طلعت معيطة، واللي فهمناه ان صفية مش هتقدر تساعدها. ليه كده؟ ده هو ده أبانا الوحيد. لكن يا رضا صفية خرجت لنا كمان من الأوضة وهي بتعيط وفي عينيها كسرة إنها مش قادرة تساعد صديقة عمرها، وبصت لنا وقالت لنا إن ده غصب عنها، إن ده بره مقدرتها، إنها مش هتقدر تقابل خالد جوزها لأنها ما بتقابلش الأرواح المعذبة. وطبعا واحدة زي دي ليها في الأعمال والسحر أكيد روحها معذبة. مشينا يا رضا وإحنا في خيبة أمل، لكن يا ابني ربنا كبير. بعد 3 أيام بالظبط صفية راحت لأختي صباح البيت وقالت لها عن مكان العمل. أيوة يا ابني، وحكت لها حلم غريب شافته. قالت لها إنها نامت وشافت في المنام شيخ بشوش، والشيخ قال لها إنك يا صفية إنت حلقة وصل بين عالمين، عالمنا وعالم الأرواح، وإنك هتقدري هتخش عالم الأرواح كامل كله
هتقدري تشوفي الأرواح الصالحة والأرواح المعذبة. لكن خلي بالك، القدرة دي لازم تستخدميها في الخير. اوعي 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 في مرة تفكري تستعمليها غير الخير. والحمد لله يا رضا، قدرت تساعد أختي صباح، وحياة صباح رجعت زي الأول وأحسن، والحمد لله. ومن يوميها يا ابني وصفية عمرها ما اتأخرت على أي حد طلب منها المساعدة، حتى بعد ما اتجوزت وخلفت ابنها أيمن. وده يا ابني كان بيعمل لها مشاكل كتير، عشان كده حكاية صفية ما خلصتش. كفاية كده، والمرة الجاية هحكي لك حكايات تشيب شعر الراس. أما لو عرفت بقى حكاية صفية أم أيمن مع الساحر شلبي، وبالمرة تبقى تسأل صحابك هم عايزين يسمعوا كمان عن صفية ولا لأ.